في عالم الألعاب احنا متعودين نكون الطرف اللي بيسيطر، نمسك الدراع ونحرك الشخصية، نكسب أو نخسر بمزاجنا. بس في ألعاب قليلة جدا قدرت تكسر القاعدة دي، تقرر تكسرك انت. مش هتديك كل الإجابات، مش هتقولك العب كده وامشي هنا، هي هتسيبك تايه، بس تايه بشكل محسوب جدا. واللي أغرب إنك بتكمل لأنها مش بتلعب على مهارتك، دي بتلعب على دماغك. في الفيديو ده هنحكي عن 5 ألعاب لعبت بعقولنا، ألعاب بدأت بريئة وانتهت بإنك تقفل اللعبة وتسأل سؤال: وأنا لسه جوه اللعبة ولا الدنيا هي اللي بقت لعبة؟ ولو عجبك المحتوى ده اشترك في القناة واعمل لايك لأن ده فعلا بيساعد. ويلا بينا في حلقة جديدة، ليتس جو. ويجي في المركز الأول لعبة ذا ستانلي باربل، يا رب تكون نطقت اسمها صح. اللعبة بتبدأ بسيطة جدا، ستانلي موظف مكتب بيصحى يلاقي مكتبه فاضي وزمايله اختفوا، وصوت راوي بيكلمك يحكي لك ايه المفروض تعمله. ستانلي دخل باب اللي على الشمال، بس انت قررت تدخل الباب اللي على اليمين، وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية. كل اختيار بتعمله الراوي بيتفاعل معاه، لو خالفت كلامه يتضايق ويسخر منك، احيانا بيحاول يقنعك. بس السؤال هنا هو مين اللي بيتحكم في مين؟ هل اللعبة كانت بتخدعك وتدفعك للعصيان؟ هل النهاية اللي وصلت ليها كانت اختيارك ولا فخ تجهز ليك؟ وفي الاخر بتكتشف انك جوه حلقة مفرغة ما تعرفش بدايتها من نهايتها. اللعبة فيها 19 نهاية مختلفة، كل واحدة بتخليك تعيد تقييم نفسك كلاعب. مش بتلعب عشان تكسب، انت بتلعب عشان تفهم هو في ايه. ويجي في المركز التاني لعبة انسايد. اللعبة دي مفيهاش ولا كلمة، مفيش توتوريال، مفيش كلام، مفيش قصة مكتوبة، بس من اول ثانية بتحس انك لازم تجري. ولد صغير بيهرب من ناس، من كلاب، من كاميرات ومن آلات، وانت بتتحرك من غير ما تفهم. لكن كل ما توصل لمشهد تشوف شيء يخليك تفكر: وانا بساعده ولا بسوقه للهلاك؟ التحكمات بسيطة جدا، لكن المشاهد تقيلة وصعبة. عمال بيجري في عالم رمادي كئيب، والناس فيه اما ميتين او زومبي حد متحكم فيهم. كل ما تمشي تحس انك بتقرب من شيء، بس ايه هو؟ مفيش اجابة واضحة. وفي اخر اللعبة بعد سلسلة من المشاهد الغريبة بتوصل للنهاية بتغير كل حاجة. بتلاقي نفسك داخل جسم غريب متحول وبتتحكم فيه. لكن السؤال الحقيقي هنا هو مين اللي كان بيتحكم في مين طول الوقت؟ انسايد مش بس لعبة الغاز، ده تجربة نفسية صامتة بتسيبك مشوش، وده كان الهدف من اول لحظة. ويجي في المركز التاني لعبة سبيك اوبس ذا لاين. من بره شكلها لعبة حرب كلاسيكية، ضابط امريكي اسمه ووكر داخل مدينة دبي المدمرة بعد عاصفة علشان ينقذ ناس، ومعاه فريقه. الاسلحة جاهزة والهدف واضح، لكن شوية بشوية تبدأ الامور تتغير. الاعداء يبقوا مدنيين والقرارات تبقى رمادية، وتبدأ تسمع أصوات غريبة. في مهمة معينة بتستخدم سلاح كيماوي اسمه الفسفور الأبيض، تقتل بيه أعداء كتير، وبعدين تكتشف إنك حرقت بيه مدنيين أطفال ونساء، وتقف قدام المشهد واللعبة تجبرك تشوف. ساعتها بتبدأ تفكر: إزاي أنا وصلت لكده؟ بس المفاجأة إن كل ده كان اختيارك. اللعبة مدتك بالوسيلة بس أنت اللي نفذتها. النهاية بتوريك إن البطل هو العدو، وإنك طول الوقت كنت بتجري وراه من البطولة. سبيك اوبس ذا لاين لعبة خلتك تحاسب نفسك على كل رصاصة، واثبتت انك تقدر تعمل لعبة شوتر تخلي اللاعب يكره اللي عمله. ويجي في المركز الرابع لعبة دوكي دوكي ليتشر كلاب. في اول 10 دقايق تفتكر لعبة معادة يابانية عادية خالص لطيفة، مجموع بنات تكتب معاهم شعر وتختار مين تعجب بيه، كل حاجة ملونة، موسيقى هادية، وكل شيء ماشي طبيعي. بس بعد شوية اللعبة تقلب، الشخصيات تبدأ تتصرف بشكل غريب، واحدة منهم تظهر قدامك والحفظ التلقائي يبوظ. تفتح اللعبة تاني تلاقي الشخصيات اختفت، واللي فضلت مونيكا اللي بدأت تقولك انها عارفة انها جوه لعبة، وانها شارت بقى الشخصيات عشان تبقى معاك لوحدها. وبعدين تفتح ملفات اللعبة على جهازك وتلاقي فعلا انها عدلت فيهم. دوكي دوكي مكسرتش الجدار الرابع، دي دمرته، دخلت جهازك وبرمجته واجبرتك تمسح ملفات بنفسك علشان تخلص منها. اللعبة دي مثال عبقري على ان الرعب مش لازم يكون دم وسكاكين، ممكن يكون ملف تكست اسمه انت. ونيجي في المركز الاخير لعبة ميتال جير سوليد 2. اغلب الناس اشترت اللعبة دي عشان تلعب بسوليد سنيك الاسطورة اللي كلنا حبيناه من الجزء الاول، بس المطور كوجيما خدك في اول مهمة وبعدين خدعك. اللعبة فجأة ترميك في دور شخصية جديدة اسمها ريدن، ولد شكله انثوي شوية مش محبوب زي سنيك، واللعبة مش بتشرح ليه، بس كل ده مقصود. كوجيما كان بيختبر علاقتك بالشخصيات وبيختبر رد فعلك. تبدأ اللعبة تدخل في مرحلة تانية تماما، الذكاء الاصطناعي بيتحكم فيك، يقولك أوامر عشوائية، يطلب منك تطفي الجهاز. وآخر اللعبة تكتشف إن كل ده كان جزء من خطة تجريبية ضخمة لتشكيل عقول البشر. اللعبة دي نزلت سنة 2001 واتكلمت عن التزييف الإعلامي والفلترة والأخبار الزائفة والذكاء الاصطناعي.
قبل ما كل ده يبقى واقع. لعب الميتال جير سوليد 2 مش بس لعبة، دي نبوءة، وانت كنت جزء منها من غير ما تاخد بالك. في النهاية في كل لعبة من دول ما كانش الهدف انك تخلص المراحل او تهزم البوس، الهدف كان انك تبدأ تشك في اختياراتك، تشك في دورك وفي طبيعة اللعبة نفسها. دي مش ألعاب سهلة تتنسي، لأنها ما استخدمتش الأكشن عشان تبهرنا، استخدمت عقولنا ضدنا. وفي النهاية يمكن أحسن سؤال تسأله بعد تجربة زي دي هو أنا فعلا خرجت من اللعبة ولا هي لسه مكملة جوه دماغي؟ لو لعبت واحدة من الألعاب دي ولين أكتر لحظة حسيت فيها إن اللعبة بتلعب بيك مش العكس، ولو تعرف لعبة بعقلك فعلا اكتبها في الكومنتات تحت، ويمكن نضيفها في جزء تاني للسلسلة. ولو وصلت لهنا أرجوك اعمل لايك واشترك في القناة، ده فعلا بيساعد. شكرا جدا، سلام.